أهلا بحضراتكم جميعا، أسعد الله مساءكم متابعين قناة الحقيقة مع بدران. أهلا بكم. أمريكا أول قمة إفريقية أمريكية. أمريكا تدعو مصر لأول مرة في التاريخ لحضور أول قمة إفريقية أمريكية. يعني إيه؟ هقول لحضراتكم. الصين تدعو مصر والسعودية والإمارات ودول الخليج لعقد أول قمة صينية عربية. يعني إيه؟ هقولها لحضراتكم. في عندي أخبار جميلة جدا كتير عايز أتكلم عليها، ولكن أنا هبتدي مبدئيا أفسر لحضراتكم يعني إيه قمة أمريكية أفريقية. أفريقيا عايزة تسيطر على أمريكا عايزة تسيطر على قارة أفريقيا لتكون حليف لها ضد الصين. تمام؟ فعاملة قمة أفريقية أمريكية في أمريكا، ودعت الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا، اللي دعاه شخصي إدارة جو بايدن، لحضور هذه القمة. ولأول مرة تعقد هذه القمة في التاريخ. إيه اللي مستخبي وإيه اللي في أجندة الغرب للرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا ولمصر؟ الله أعلم. ولكن التفسير أو الاستنتاجات من المحللين بيقول لك إن الوضع أو الحرب القائمة أو القادمة هتبقى بين الصين وبين أمريكا. لذلك أمريكا عايزة تكون أفريقيا حليف استراتيجي لأمريكا ضد روسيا، ضد الصين. طيب الحاجة التانية، الصين لأول مرة في التاريخ تعقد قمة عربية في السعودية مع الدول العربية ومع مصر. إيه اللي في جعبة الصين؟ أعتقد هناك الكثير والخطير. يعني إيه؟ النهاردة الصين وروسيا حاولوا يسقطوا النظام العالمي أو الغربي بخلق أو بصناعة نظام موازي للنظام الغربي. ودي كده مش نقول البداية، لهم ما استطاعوا، ولكن دي تكملة الموضوع. يعني إيه؟ نظام موازي للنظام الغربي. إذا الصين النهاردة بتتحالف مع الدول العربية ودول الخليج وخاصة دول النفط. حضارات، يعني إيه معنى الكلام ده؟ كده الصين بتخطط لاقتحام تايوان، وعايزة تضمن تضامن واعتراف الدول العربية في حال اقتحامها لتايوان. نفس الوضع اللي حصل بين روسيا وأوكرانيا. تمام؟ الدول العربية كانت على الحياد وما زالت على الحياد، ولكن من نواياها الداخلية تؤيد الوضع الروسي. فالصين عايزة تضمن دول النفط، لأن طبعا عندنا الصين أكبر دولة في العالم مستوردة للنفط والغاز. ما عندهاش نفط ولا غاز، وأكبر دولة صناعية في العالم، كلنا نعلم ذلك. لذلك هيفرض عليها عقوبات. إذا لابد من وضع خطة بديلة، وهي التحالف مع دول الخليج. إذا تحركات الصين تحركات مريبة ومخيفة للغرب. والصين قريبا، الرئيس الصيني تقريبا لأول مرة هيزور بريطانيا الأسبوع القادم. إذا في تحركات للصين هامة جدا. طيب، أخبار حلوة وجميلة. روسيا تورد الوقود النووي لأول مفاعل نووي في مصر، هو مفاعل الضبع. هقول لحضراتكم على مفاعل الضبع. مفاعل الضبع احنا معمول للوضع السلمي او للامور السلميه، نستفيد منه بالطاقه والوقود. طيب ده هيوفر لنا كتير جدا كوقود، وهنصدر لان هنستفيد منه في الطاقه، وهيولد لنا كهرباء. يعني تقريبا هيولد 4 أضعاف السد العالي. إذا مصر هيكون عندها وفر في الكهرباء بسبب هذا المفاعل النووي السلمي مبدئيا.
هذا المفاعل النووي السلمي اللي بيقام أو يعني اقترب من الانتهاء في منطقة الضبعة، كلنا نعلم ذلك، ليس وليد اليوم، بل من 2000 ومن قبل 2010. ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه رئاسة مصر ابتدى يشتغل على هذا الملف. طيب، عندنا روسيا بتتكلف من هذا المشروع أكثر من 85% تكلفة، والباقي أقساط على أو مقسط على 22 سنة لمصر. طب تكلفة المحطة دي حوالي 22 مليار دولار 22 مليار دولار، مبلغ برضه. قلت لحضرتك هو عبارة عن 4 مفاعلات، كل مفاعل هينتج 1200 ميجا واط. يعني المفاعل الواحد او النووي ده، المفاعل النووي هينتج 4 اضعاف ما ينتج السد العالي من الكهرباء. اذا مصر هنا هيكون لديها وفرة في الكهرباء، وستصدر. هناك عقود، حقيقة عقود تصدير مصر للكهرباء لقبرص ولليونان، ومنها الى اوروبا، وايضا لدول عربية، العراق وبعض الدول الافريقية. إذا مصر أصبحت مركز للطاقة بكل مشتملاته، ليس الغاز فقط. إحنا ليس لدينا نفط، إحنا بنستورد نفط لمصر، لأن إحنا إنتاجنا من النفط لا يكفي الحاجة نسبة 100%، بنستورد نسبة بسيطة، ولكن وأحيانا بنصدر تصدير بسيط جدا من النفط، ولكن هيكون لدينا وفرة من الكهرباء والغاز. لأن المفاعل ده لو اشتغل هيدر الخير أو يدر المليارات على مصر. إذا خطوة جريئة من القيادة المصرية، العمل بتركيز على الملف النووي المصري. ليه اختيروا هذا المكان تحديدا؟ أولا، محطة ضبعة النووية اختاروها في منطقة بعيدا تماما عن الأماكن نقول السكنية، كلنا نعلم منطقة الضبعة، وقريبة من البحر، لأن هو بيحتاج دائما تبريد مياه بكثافة. ولولا المفاعل النووي الفرنسي في هذه الظروف لأصبحت فرنسا ظلام. وثانيا، عندنا برضو أوكرانيا انضربت المفاعل النووية بتاعتها، مما جعل أوكرانيا ظلام. إذا المفاعل النووي مفيد جدا، ويجعل الدولة تعتمد على صناعات وإنتاج طاقة ذاتية. والمفاعل النووي المصري مصمم تكنولوجيا من الجيل الثالث عالميا، ويستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن، ووفقا لمعايير الطاقة الوكالة الدولية للطاقة. هيوفر لمصر غاز ووقود، وهيسمح لها بزيادة التصدير. ده بالنسبة للمفاعل النووي المصري. وابتدت فعلا روسيا تصدير الوقود النووي، أو بلاش تصدير، نقل الوقود النووي للمحطة الضبعة. تحيا مصر. وإذا مصر أصبح لها ملف نووي. هتقول لي سلمي، معاك هو سلمي، ولكن الفرق يا حضرات بين السلمي والعسكري شعرة واحدة، والقيادة المصرية عارفة بتعمل ايه. ده مش هنقول الهرم الرابع، لا، ده الخير لمصر. وفي يوم من الأيام مصر هتحقق ما تريد، واللي يحب يفهم يفهم، اللي بيفهم بريح. بقول لحضراتكم إن عبارة عن خيط ما بين النووي السلمي والنووي الحربي. وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله. لايك أو شير، واللي ما اشتركش شرفنا بالاشتراك. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله.